صباح الخير. ال present simple tense أو زمن المضارع البسيط part 2. اتفقنا يا ولاد وأخدنا في السيشن اللي فاتت إزاي نقدر نكون جملة في ال present simple سواء كانت في ال affirmative form اللي هي الإثبات أو ال negative form اللي هو النفي. عملنا ال yes no question وجاوبناه، وعملنا السؤال باستخدام ال question words. النهاردة هنشرح ال keywords أو الكلمات الدالة على الزمن. نبدأ بيهم every day, every week, every month, every morning و every night. يعني every مضاف إليها أي وقت. تمام؟ ده من الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. كمان on مضاف إليها أيام الأسبوع في صيغة الجمع. on Sundays يعني في أيام الأحد، أو on Mondays في أيام الاثنين. من ضمن الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط هي ظروف التكرار. ظروف التكرار علشان نعرفها الأول لازم نعرف مكانها بيكون فين في الجملة. نحفظ مع بعض. تأتي قبل الفعل وبعد 3 حاجات. تأتي قبل الفعل وبعد 3 حاجات. إيه هم ال3 حاجات دول؟ هم verb to be, verb to have والأفعال المساعدة. مرة كمان، تأتي قبل الفعل وبعد verb to be, verb to have والأفعال المساعدة. طيب احنا في سيشن فاتت شرحنا ايه هو verb to be, verb to have، لكن تعالوا نتكلم على الأفعال المساعدة. الأفعال المساعدة خلينا في المجموعة اللي على إيدينا الشمال، هي do و does، نفيها don't و doesn't، وفي الماضي did و didn't. اتفقنا؟ تمام. كمان بالنسبة للأفعال المساعدة عندنا مجموعة من الأفعال بنسميها الأفعال الناقصة أو المودل verbs، اللي هي must، will والماضي بتاعها would، shall والماضي بتاعها should، وmay والماضي بتاعها might، وكمان في can والماضي بتاعها could. الشيء المشترك بين كل الأفعال المساعدة دي إن أي ما بيجي فعل بعدها بنحطه في الانفينيتيف فورم أو في التصريف الأول، يعني بدون أي إضافة للفعل. يلا بينا بقى نتكلم عن ظروف التكرار اللي احنا أخدناها. always ودي معناها دائما، وده أكشن بيحصل بنسبة 100% من غير ما يحصل فيه أي سكيب لأي يوم من الأيام للأكشن ده. I always go to school early. أنا دايما بروح المدرسة بدري. ما بيحصلش إن أنا أبدا بروح متأخر. حدث بيحصل بنسبة تأكيد 100% بديله always بمعنى دايما أو دائما. بعدين بتيجي أقل منها شوية usually، ودي بتيجي بمعنى عادة. يعني لو الأكشن ده أنا بعمله 5 أيام في الأسبوع، ففي يوم أنا ممكن ما أعملوش. She usually studies math on Sundays. She usually studies math on Sundays. طيب، في الجملة التانية لو جه وقال لي اديني علامة تثبت لي إن زمن الجملة ده مضارع بسيط، هقول له بدل العلامة ممكن أديك 3. أول حاجة usually اللي هي ظرف تكرار، وظرف التكرار هو keyword أو كلمة دالة على زمن المضارع البسيط. كمان تصريف الفعل studies مع she، شلنا الواي وحطينا نهايات IES. كمان كلمة on Sundays في نهاية الجملة اللي هي واحدة من الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. لو بصينا في always و usually والجملتين هنلاحظ إن always أو usually جايين قبل الفعل. قبل الفعل، واتفقنا إن ظرف التكرار بيجي قبل الفعل. نيجي بعد كده لكلمة often ودي معناها غالبا، وطبعا اتفقنا هننزل بقى من 100% ل 90% 70%. دي نسبة الحدوث، نسبة حدوث الحدث بتاعي بتبقى بنسبة قد ايه؟ 70%. الجملة بتقول they often go to school on foot. غالبا ما يذهبون إلى المدرسة سيرا على الأقدام. في حاجة هنتكلم عليها في often، إن often لو جت ككلمة لوحدها فبيكون معناها غالبا، لكن ممكن لو جت مع how تبقى معناها كم مرة. يبقى معناها كم مرة وتيجي كسؤال طبيعي جدا، وهنتكلم مع بعض ازاي بنكون الجملة. احنا كنا اتفقنا واحنا بنكون السؤال باستخدام كلمة استفهام ان السؤال بيبدأ بكلمة استفهام يليها فعل مساعد ثم فاعل أو ضمير الفاعل ثم الفعل في المصدر. How often هو كلمة الاستفهام، do هو الفعل المساعد، you هو ضمير الفاعل اللي عندي، وجه get فعل في المصدر. ولا ننسى ال question mark في نهاية الجملة لأن ده سؤال. طيب أنا لو سألتك وقلت لك والله كم مرة أنت بتحصل على قصة شعر، فأنت طبيعي هترد عليا أو أنت هتردي عليا هتقولي لي والله مرة كل شهر، مرتين كل شهر، 3 مرات، 4 مرات أو 5 مرات. برافو، هي دي الفكرة. الهدف من سؤال كم مرة إن أنا أعرف إزاي أجاوب. مرة يعني once، مرتين يعني twice، 3 مرات يعني 3 times، و4 مرات يعني 4 times، وهكذا بقى. ممكن نقول 5 times 6 times and so on. بنكمل عادي جدا، لكن هم دول أكتر حاجة ممكن تتكرر: once twice 3 times 4 times. فالسؤال اللي عندي لو قال لي how often do you get a haircut، فأنا هرد عليك وأقول لك والله I get a haircut
once مرة أو twice أو 3 times أو 4 times. كل قد إيه بقى يا ولاد؟ كل أسبوع هنقول a week، كل شهر هنقول a month، كل سنة هنقول a year. وما ننساش قبل week و month و year نحط أداة التعريف إيه، بدونها الجملة بقت بلا معنى. تعالوا نقرا I get a haircut أو الاختيار once a week أو twice a week أو 3 times a week أو 4 times a week. زيها طبعا once a month أو twice a month أو 3 times a year أو 4 times a year. نكمل ظروف التكرار اللي احنا اتكلمنا عنها. عندي sometimes نسبة أقل 50-50، يعني ممكن أروح ممكن لأ. He sometimes go to school by bus. نيجي لأكتر اتنين عليهم كلام، هم rarely و never. rarely في كلمات مساوية ليها هشرحها لكم كمان شوية، بس بتيجي بمعنى نادرا. نادرا نسبة قليلة جدا، يعني نسبة حدوث الحدث اللي احنا بنتكلم عليه نادرة، تكاد تكون تقترب إلى الصفر. She rarely travels to London. تمام؟ لكن never بمعنى أبدا وتأتي بمعنى النفي. never تأتي بمعنى النفي. she never drinks soda هيها بالظبط زي ما أكون بقول she doesn't drink soda. تمام؟ طيب ناخد بقى examples على اللي احنا قريناه وفهمناه في البيجز اللي فاتوا. يلا بينا نراجع. اتفقنا ظرف التكرار أو الادverb of frequency بيجي إمتى؟ قبل الفعل وبعد verb to be verb to have والأفعال المساعدة. نبتدي بمثالين على ظرف التكرار قبل الفعل. I always eat breakfast at 7 a.m. أنا دايما باخد الفطار بتاعي الساعة 7 الصبح. تمام؟ يبقى always مكانها فين في الجملة؟ جت قبل eat. جت قبل eat قبل الفعل. She never eats banana هي عمرها ما بتاكل موز. تمام؟ وبالتالي never برضو جت قبل eats. طيب جينا للنقطة التانية بنلاقيها بتيجي بعد إيه؟ بعد verb to be. She is never late. هي كانت الجملة أصلها she is late. أنا عايزة أحط في الجملة never، يبقى never مكانها فين؟ بمسك الجملة she is late. she اللي هو ضمير الفاعل يليها is ده إيه؟ verb to be وبالتالي تيجي بعده. طيب they have never been to Cairo. شيلوا never من الجملة. they have been to Cairo وطلب مني أحط never. أمسك الجملة they have هلاقي verb to have إذا never تتحط بعده. They have never been to Cairo. They don't usually eat junk food و don't من الأفعال المساعدة وقلنا بتيجي بعد الفعل المساعد يبقى they don't usually eat junk food ونفس القاعدة بتنطبق على he will never forget his teacher. يلا بينا ناخد ازاي بتجيلنا في الأسئلة. هيجي لي سؤال هيقول لي the teacher is busy. دخلي على الجملة دي كلمة never. the teacher is busy وطالب مني أدخل على الجملة كلمة never. تمام؟ همسك الجملة واحدة واحدة. the teacher اللي هو بياخد الضمير he is. طب is ده ايه عندي يا ولاد؟ is the verb to be. احنا اتفقنا ان هي تأتي بعد verb to be. يبقى كل اللي انا هعمله هنقل الجملة the teacher is never busy. تمام؟ طيب we watch TV after dinner وطالب مني أدخل على الجملة usually. تمام؟ أمسك الجملة هلاقي الجملة فيها ضمير فاعل we بعديها watch اللي هو الفيرب. احنا اتفقنا نقول ايه؟ ان هي تأتي قبل الفعل يبقى we usually watch TV after dinner. we don't study at night وطالب مني أدخل على الجملة often. طيب نمسك الجملة من الأول. we ده ضمير فاعل يليه don't دي ايه؟ don't ده verb مساعد فعل مساعد يبقى احنا اتفقنا ان هي بتأتي بعد الأفعال المساعدة يبقى we don't often study at night. نيجي للمثال اللي هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو I can understand the lesson. أنا أقدر إن أنا أذاكر الدرس. طلب مني أحط كلمة hardly. hardly واحدة من ظروف التكرار لكن مش بتظهر كتير، مش بنشوفها كتير، من ضمن 4 كلمات أو 3 كلمات نادرة الوجود، لكن ممكن تجيلنا كتريكي question ويقول لي حط لي hardly في الجملة. تمام؟ بنعملها معاملة ظرف تكرار عادي جدا. أمسك الجملة بتاعي I ده ضمير فاعل يليها can وكان من المودل فيرب أو الأفعال المساعدة. تمام؟ هو فعل ناقص ويعامل معاملة الفعل المساعد، إذا hardly هتتحط بعده يبقى I can hardly understand the lesson. نركز يا ولاد إن hardly هي hardly ever بيجوا بمعنى صعوبة، بصعوبة بيحصل. rarely و seldom بيجوا بمعنى نادرا. الأربع كلمات دول بيجوا بمعنى سلبي في الجملة، بيقولوا لك إن ده شيء نادر الحدوث أو بيحصل بصعوبة شديدة جدا. تمام؟ نيجي بعد كده للتريكي questions اللي ممكن تجيلي. هي كلمة never. never عندي بستخدمها استخدام نفي،
يعني بتساوي في الاستخدام don't و doesn't. لكن في فرق بسيط بين إني باستخدم never في الجملة وبين إني باستخدم don't و doesn't في الجملة. مع never الverb اللي عندي بيتصرف عادي مع he و she و it. he و she و it. تمام؟ يعني إيه؟ يعني الverb بنحط له نهاياته العادية اللي هي s, es و ies. تمام؟ يبقى مع never الفعل بيتصرف عادي مع he و she و it، مع مجموعة الضمائر دي والأسماء المفردة. بنضيف للفعل s و es و ies. لكن في حالة النفي ب don't و doesn't لازم نرجع الفعل بتاعنا في المصدر بدون إضافة أي نهايات. ناخد مثال على الكلام ده. She travels to France. هي بتسافر فرنسا. هنفي مرة ب doesn't وهنفي مرة ب never. لو نفيت ب doesn't القاعدة بتقول لي إن أنا شفت do don't أو doesn't في الجملة برجع الفعل للمصدر. يبقى she doesn't travel مش travel زي ما كانت في الجملة travel to France. رجعت الفيرب للمصدر بتاعي. لكن في حالة النفي ب never الفيرب بيفضل زي ما هو بتصريفه عادي. يبقى she never travels to France. she never travels to France. أتمنى تكونوا فهمتوا معايا الفيديو ده. أي سؤال تابعوني اكتبولي وأشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا.